كل فلوج هبدا انشر تمارين وحاجات تقدر تفيد الناس وتساعدهم من كل الجوانب. بعد اذنك لما ابقى بتكلم ما فيش مبالغه. لا تمام، فايه رايك في الموضوع ده؟ ايجابي وممتاز، انا راح اصير شريكه في الفيديوهات عشان وجهي السمح تجيب له فلوس. النهارده تمرينة كتف هنفشخ كده، تالت فلوج وتالت يوم فيه تغيير يا بيه. قول لنا عن تجربتك مع التمرين الشاق والقاسي. انا ما اقدرش افيدكم في التمرين، بس يعني انا اقدر افيدك مثلا في ما تبقاش علشان الناس كلها مش طايقه بعض، مش انت لوحدك. بالراحه، خليك حنين كده، بس اهم حاجه اقدر اقولها. هلا بسمعكم صوت الحنون. هي هي زي شوق العمان، سنين تغني لك يا ريت تكون عليك من العيون. انا راح انزل على اليوتيوب وانا بغني وصوتي زي الخرا. فرصة سعيدة جميعا، نراكم في حلقة جديدة. طبعا اليوم بدرب لكم لاعب جديد معانا في جول جيم. ايوه، عاش يا بطل، عاش. واحدة انا خلصت خلاص، هبدا شغل تاني. في ناس معايا جت، مش قادر بس كويس، احسن من الاول. يلا بينا نكمل. يعني في حاجة عايز اتكلم فيها مهمة. الفترة الأخيرة نفسيا مش أحسن حاجة من كل الجوانب بقى، ولكن الحاجة اللي فعلا بتخليني مستمتع وبتخليني ما احسش إن أنا نفسيا متضايق هي التصوير والمونتاج. لدرجة إن أنا الحاجتين دول بيخرجوني من أي مود ممكن أتحط فيه. فلما فكرت فيها لقيت إن الموضوع فعلا حلو، إن أنت رغم اللي أنت بتمر بيه وما زلت فيك نفس إن أنت تعمل الحاجة اللي بتحبها. الموضوع ده حلو جدا وممتع جدا. الفكرة في إن إحنا فعلا نعيش التجربة، بنحاول وبنسعى وبنجرب عشان ناخد خبرة. فاهم؟ انا حاسس ان انا بقيت عامل زي الجيار، اصب بقى الاكل البتنجان واخد البرجر. انت روحك بتتحرر في اللحظه تعمل فيها الشيء اللي انت بتحبه ومستمتع بيه. فالمغزى من الموضوع ايه؟ ان انت بقدر الامكان الحاجه اللي انت بتحبها وبتتحجج بعدم وجود وقت، لا هي ليها وقت. واسمع مني والله ليها وقت، بس انت اللي مش بتحب تتعب. فجرب ان انت تتعب وتدوس على نفسك يوم، مش بقول لك اسبوع ولا شهر ولا سنه، يوم واحد 24 ساعه تصحى من النوم تقول انا هعمل حتى ولو الواحد في المية من الحاجه اللي بحبها. والله ما كلام تحفيز على قد ما هو كلام عملي. انا عملت. جرب الطريقه دي وربنا يعينكم. طبعا الناس اللي بتذاكر علم نفس طالما هرشت هنا يبقى انا بكذب يعني. البتنجان واخد البرجر.